ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا يا جدعان. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. النهارده معانا حلقه جديده من وجع قلب. نحاول نستحمل انا وانتوا يعني الحاجه اللي هنشوفها دي، ويا رب ما استسلمش بدري، عشان انا والله لو عادي جدا ما عنديش مانع في الفيديو بعد دقيقه لو شفت حاجه خليني ان انا اكره حياتي بقى. طبعا حابب اشكركم ومبسوط جدا ان انتوا حبيتوا الرياكت وحبيتوا وجع قلب وكده. انت القط بتاعك اسمه ايه؟ سمبوبي. ايه؟ سمبوبي. ولما بتعوز تضحكي الضحكه بتاعته بتبقى ازاي؟ عشان بس يا جماعه تعرفوا انا بعاني من ايه. شكرا. مؤمن الديب طبعا راجل كبير في السن وراجل كبير في المجال، بقى له سنين مجال ايه مش عارف. لك مثلا 4 5 من 10 كرنج. ابويا عامل فيديو قبيح وهو اللي نشره عشان يتصيد. الناس خدت الفيديو من على صفحته واللوكو باسمه، يعني باسم صفحته. عمل فيديو مع بنت ونشره، هو اللي نشره. يعني انت طالع تبقى مع ابوك ولا ضده ولا تاكد التهمه عليه؟ انا مش فاهمك. انت اصلا في طبيعي انت كرنج ماشي على الارض. فبصراحه يعني 10 من 10. اتكل على الله. ابو اهو. مين اللي خرم الاذون؟ اذون قول يا حاج ده انت وابنك. اقسم بالله يا جدعان النت والكاميرا والموبايلات خلت ان احنا نشوف ناس مكناش نتوقع في حياتي ان احنا نقابلهم اصلا. يعني 5% دول الناس ال 5% اللي احنا بنسمع عنهم. ايه ده كمان ده؟ احبك اكرهك اسيبك اندهك اعلق نفسي بيك. الفيديو دي ازاي بتطلع لي يا جدعان؟ الفيديو اصلا مش جايب لايكات كتير، يعني طلع لي ازاي للدرجه دي؟ انا تحت خالص في القاع في الفيديوهات. يانا يا مفيش أصل ما عنديش في الحب هزار، يانا يا بلاش فما تحسبهاش ما فيهاش أعذار، أنا اللي أقول فين وإمتى وأنا اللي أختار، طبعا دي اغاني بما يرضي الله. أنا اللي أختار ماشي وصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. على الصلاه والسلام يا صديقي، شكلك لسه صاحي من النوم. اعمل له ايه؟ فضلت احايله ما يردش، اقول له حبيبي ما يردش، اقول له يا سيدي. هي قافله الكومنتات طبعا. طبعا لازم تبقى قافلاها طبعا. جه في دماغي حاجات كتير قوي. لافاش كيري والناس اللي هم بيبقوا عبدة الشيطان دول ميكس. مش قادر افهم بصراحة انت ايه ديانتك؟ بتعبدي ايه؟ طيب مليون في العشرة من القرف والكرنج وعدم الفهم. انا مش فاهم اي حاجة. حلاقين بقى مش هخلص من الحلاقين. ده ميكس بقى ده يعني حلاقة ميكس زي الجيم كده. ايه رايك يا مهره في الرموش؟ ايه الصوت اللي انا سمعته ده؟ يعني ده صوتك ده؟ وفي واحد حاطط صورة هنا في الكومنتات اداني هنت انا داخل على ايه. بس يعني دي مش نفس البنت دي اعتقد، يعني الست دي او العجلة دي. صلي على النبي. واحد ناشر رقم واحد وما يشغلوش ولا واحد. بص يعني لو ربنا كان خلقك كده كنت ممكن التمس لك عذر، بس انت بتستعبطي. واحدة بقول. انت مش مصدقني ليه يا عم؟ انا مصدقك والله، بس عاوز اوري الناس. على الاول. ايه يا حاجة؟ هو اجباري تكملي الصلاة يعني؟ وحد حاطط لك ما تقوم يا السلام عليكم ورحمة الله، قوم هاتي ميتين ابوها، طلعي ميتين ابوها يعني. يا ابن اللعيبة يا سبايدر مان يخرب بيتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بقول لك ايه، اعملي نفسك ميته. ليه بس في ايه؟ يا عم اسمع، ما فيش وقت، بقول لك اعملي نفسك ميته. حاضر حاضر. يا حاجة. وميتة من غير نقطة دم. المسامير دي بلوتوث. الو. ايه يا حبيبي انت فين؟ تعالى بسرعة. بصراحة كده مش هعرف اشوف الموقف ده لوحدي، زمان وشها كله اتشوه. ماشي انا مستنياك بسرعة. طبعا وهي بتنزل على سرعة 200 كيلومتر في الساعة نازلة. والسؤال اللي في راسي ازاي يا مصر بتعمليها ازاي وانا قلبي موت. الناس بتساعد وفي نفس الوقت الدنيا حر فبتضطر على نفسها بقى. هلو هلو. يلا بينا نشوف الفن مش عنا. دي يافطة دي ولا حاجب ده؟ يعني انت بتعملي ايه؟ فان جوخ. افضل برنامج رضاعه العجول الصغيره تجنبا او انت اللي بترضعهم ولا ايه؟ للإسهالات والامراض المعويه. اول لما العجل يتولد خلال نص ساعه لازم يوصل له 4 لتر 4 لتر ودان. ترسوب من الام، اجباري مش اختياري.
4 لتر غصب عنه، حتى لو تعمله لا معدي يوصل على طول للمعده. طول ما الام بتجيب سرسوب هتديله 3 مرات في اليوم، في المره الواحده 4 لتر، وعلى حسب ما يشرب ويشبع معاك. الام خلصت لبن السرسوب هتبدا انك تديله مرتين في اليوم في الجرعه الواحده. في خلال اليوم الواحد هتدي اقل من 10% من وزن العجل. العجل وزنه 40، مش هندي 4، هندي اقل من 4، 3، 2.5 على مدار اليوم، مرتين 3 في اليوم على قد ما تقدر. منك تخلي العجل يكون جعان زي ما انتم شايفين، ما يعملش اسهالات، ما يجيبش امراض معويه، ومنك تخلي العجل يتعود على العلف ويبدا ياكل العلف الفطام والكرش بتاعه. يا اسطى انت اللي بترضعهم والله. قلت اروح للحاجه جديده اطلع منها بحاجه مفيده، جميله لذيذه مريحه، وجبتها كانت ريحه، قعدتني واكلتني وشربتني ودلعتني، لقيتني متعصب هدتني، قالت لي عاطف انا مش هستحملك انت والاغنيه، يعني كفايه الاغنيه البنت شايفاها، لا عايزه ابقى معاها، قالت لي لا لا لا، لا ليه لا لا، قالت لي لا لا لا، لا ليه لا لا. الله يلعنك يا شيخ، انا مستعر ان انت اسمك عمرو عسليه، يعني حتى الاسم بتاعك على التيك توك ما يسلمش من البيض اللي انت فيه، يعني اسم بيض شبهك. لما اخوك يقول لك اعملي لي كوبايه شاي، ترد عليه وتقولي له ايه عشان ما يقولكيش تاني الجمله دي؟ لما يقول لك مثلا اعملي لي كوبايه شاي، قولي له شاي ولا طرحه؟ اللي هو الشاي يعني زي شال وطرحه. ايه القرف ده يا صاحبي؟ ايه القرف ده؟ خرا من 10. الواد ده الواد ده انا عايز احاربه لان هو فاكر ان هو تمام او ان هو جامد، وقاعد يرد على الناس ومش عارف ايه وبتاع. يلا ما تغمسش، يلا انت شايف نفسك ايه؟ يلا بحبك. ايوه بقى انت. حبك على عيننا وعلى راسنا. انت جاي من عنده ولا ايه؟ يخرب بيت ابوك. وبعدين انت بتتكلم من تليفون ارضي يعني، وحاطط صوتك ليه يا اسطى؟ ما اعمل ليبسنج وخلاص، مش هنستحمل برضه، بس يعني اعمله. يا سيدنا. وبقاله 3 سنين بيحضر الواو. وكل الناس في كفة وانت وحدك حبيبنا، يا حبيبي لما بلمس ايدك بسلامة بحس نفسي مش في الدنيا. يا رب ما تبقاش في الدنيا يا شيخ، يا رب تروح عنده يا رب. ايه ده؟ ايه الباليتا دي؟ ده ايه ده؟ عندي زغطة فكولي كرافطة وبعبط ومهبط، انكل خلاص مش متظبط. يا فنان ايه اللي حصل لك؟ انت عضك اسد ولا عضك حمار ولا عضك ايه؟ مش فاهم. انا في ايطاليا اهو تحت برج ايفل. طلع تحت برج ايفل؟ نجيب بالكلمة واحد محو أمية بقى ما يعرفش يعني ايه اصلا جغرافيا. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، بس انا شايف كده ان عند البرج الدنيا شمس قوي، ما تخلي بالك على نفسك. حاضر يا حبيبي. هي دي المشكلة طبعا. البرج بيتحرك لأن الهواء شديد. يعني هخلي بالي من نفسي وانت كمان خلي بالك من نفسك. حاضر يا حبيبتي، هخلي بالي من نفسي، بس انت ما قلتليش وانت راجع من السفريه دي امتى؟ راجع يا حبيبتي. يعني هو ده الصعب يعني هو ده السؤال الصعب، لكن انت تجيبي ان برج ايفل في ايطاليا ده عادي صح كده؟ ما ترد عليا. هو ايه اللي حصل؟ الله يخرب بيتك يا رب التليفون ما كانش اتكسر. يا نهار ابيض، ده التليفون اتكسر خلاص وباظ. ده انا كنت بتكلم مراتي كانت مسافره كده مش عارف اطمن عليها. والله يا عم انا مش قصدي اي حاجه. مش قصدك اي حاجه ايه بس؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اسفه. هصرف عليها. روحي اتكلي على الله. روحي يا ست. طب اعمل ايه في الكارثه اللي انا فيها دي؟ وفين السنترال هنا ممكن يصلح لي التليفون ده؟ يا رب الاقي حد يصلحه لي. الحمد لله ان هو ما شكش في اي حاجه ولا لاحظ اي حاجه. بصراحه يا اكرم انا مش عارفه اعمل ايه في الموضوع بتاعنا ده، انا مرعوبه جدا. على فكره بقى خدي بالك عشان خاطر لو رن تاني كده ما تقلقيش، الصوره معانا يعني هنفردها تاني وكانك لسه تحت البرج. طيب بص، هو انا بصراحه مش عارفه اعمل ايه في الموضوع بتاعنا. انا بصراحه كده بركسيه بدات اشك ان انت ما بتحبنيش. لا يا اكرم، مين قال لك كده؟ انا ما بحبش غيرك، بس يعني انا بصراحه كنت عايزه اتلكك له موضوعنا كذا مره كروتكتك وانا هتعامل عشان اتكسرت زي ما انت شايف كده. في يعني هو ساب الدنيا كلها وجي عند الراجل اللي هو عاشقها
انا اصلا صاحب سنترال حضرتك. بجد؟ طب بالله عليك بس هتعرف تصلحه لي؟ هعرف اصلحه لك، يعني انت تسيب الناس كلها وما تجيش عندي؟ انا ما كنتش اعرف، عامة عايز اصلحه عشان عايز اطمن على مراتي وهي مسافرة. طب تعالى 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 يا عم، سهله وبسيطه، هصلح لك الشاشه ما تقلقش، مش هتكمل نص ساعه. جبت الاكل يا اكرم يا حبيبي؟ حسين يهبل انت فاتح بقك كده ليه؟ يعني انت اللي مدخله عندك يا اسطى، أنت حمار ولا ايه؟ ايه البهايم؟ تعالوا نحط مناكير ومكياج لعربية الباربي. زمانكم مستغربين ايه مكياج ومناكير العربية؟ ازاي يا هدير؟ امال يا بنات لازم عربية باربي مصر تكون شيك وكيوت باربي كل مصر؟ 6 شهور. باربي مصر؟ انت مصرية؟ يا نهار اسود والنبي. بحب اعمل لها كده ميك اوفر واغير لها الفصوص. استعملت منكم فاهم عربية والله العظيم، اكيد العربية دمها تقيل شبهك. انفينيتي كرنج. انا خلاص جبت اخر. يما دي كانت حلقة النهاردة، معلش يا جماعة، يعني باي باي.